أصدقائي طلاب الفرقة التانية عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم أستاذ حسن أشرف في فيديو جديد من فيديوهاتنا لمادة النقود والبنوك لكورس المادة الأونلاين. اتكلمنا قبل كده يا أصدقائي في الله عن أولى محاضراتنا الفصل اللي فات، وخدنا الفصل الأول كان بيتكلم عن نشأة النقود ووظائف النقود. النهاردة بإذن الله في تاني محاضرة لينا بإذن الله نتكلم عن حاجة اسمها الفصل التاني في مادة النقود والبنوك. قبل اي حاجة يا صديقي اوعى ما تكونش ذاكرت الفصل الاول وكنت ذاكرته كويس جدا، لان مادة النقود والبنوك الدكتورة بتشرح كل كلمة في الكتاب، وكل كلمة عليها سؤال في الامتحان وارد اللي هو يجي. فدايما ذاكر المادة اول باول، ما تخليش حاجة تتراكم عليك. ليه؟ لان انت هتلاقي كلها دخلت في بعضيها وكلها بقت شبه بعضيها. فاللي احنا القصد من الكلام اللي انا ذاكر المادة اول باول. خلصت اولى محاضراتنا الحصة اللي فاتت في الاونلاين، ذاكرها كويس جدا، حليت عليها تمام. النهاردة الحصة التانية هنشرحها، تبدأ برضو تذاكر عليها. يلا نسمي الله يا صديقي. ودايما زي ما متعودين دايما بنشرح المادة الحصة بنشرحها بابل شيت وبنشرحها مقالي. برضو ليه مقالي؟ لان انت بتفهم المادة كعلم وكأبسط مما يمكن. تعال نسمي الله يا صديقي. يلا ورقة وقلم بقى ونخش على محاضراتنا. بنتكلم النهاردة يا أصدقائي في الله عن الفصل الثاني عندي بعنوان اسمه إيه؟ اسمه أنواع النقود. عندي المبحث الأول في الفصل الثاني بيتكلم عن حاجة اسمها أنواع النقود، وهندرس مع بعضينا في المبحث الثاني قاعدة الذهب والقواعد النقدية. قبل اي حاجة يعني عاوز اعرف النقود، يعني ايه هي تعريف الفلوس؟ قال لي والله عشان اعرف الفلوس اللي معايا 2 علماء عرفوهم. العلماء الاولانيين اللي هم بنسميهم رجال الاقتصاد، والناس التانية بنسميها رجال القانون. كل واحد فيهم كان له وجهة نظر يا صديقي في التعريف بتاعه. رجال الاقتصاد يا صديقي قالوا ايه في تعريف الفلوس؟ قالوا لك هي اي شيء يستخدم للتبادل. يبقى تاني لما اجي اعرف بتاع الاقتصاد قال لي ايه؟ قال لي هو اهي الاقتصاديين قالوا لي ان هي بتستخدم كوسيط للتبادل. طب ايه تاني؟ قال لي بتستخدم ان هي كمعيار للقيمة، ان انا اقدر اعمل ليها قيمة للعد والحساب. طب ايه تاني؟ قال لي كلنا بنحب الفلوس، فاذا هي بتلقى قبولا عاما. تعالى بقى اعبر عن نفسي في السبورة بتاعتنا ونبدأ نشرح بسم الله. بنتكلم النهاردة يا اصدقائي في الله عن الفصل التاني. الفصل ايه؟ التاني. الفصل التاني بنتكلم عن حاجة اسمها انواع النقود. قلنا لك يا صديقي في الله عندي 2 عرفولي النقود دولك، ناس اسمهم رجال الاقتصاديون، وناس تانية اسمها رجال القانون. يبقى انا عندي كم تعريف للفلوس؟ عندي تعريفين، من وجهة نظر الناس القانونية ومن وجهة نظر الناس الاقتصادية، وده مهم جدا في الامتحان. الناس القانونية قالوا كم حاجة؟ قالوا 3. قالوا لي ان الفلوس بتاعتنا بتستخدم كوسيط للتبادل. اشتريت حاجة اقدر اشتري، اقدر ابيع، اقدر اعمل حاجتي ان انا اقدر استخدمها في التبادل. 2 قال لي بتلقى قبولا عاما، الناس كلها بتحب الفلوس. طب 3 قالوا لي ان هي بتستخدم للمعيار للعد والحساب والقيمة. يبقى لما اجي اتكلم عن الاقتصاديون قالوا لي 1 ان الفلوس دي بتستخدم وسيط للتبادل. ايه تاني؟ قالوا لي بتلقى قبولا عاما. ايه تاني؟ قالوا لي معيار للقيمة الحسابية. كم حاجة؟ 3. طب الناس القانونية قالوا ايه؟ طبعا قانوني. قالوا لي ان الفلوس دي بتعمل على حاجة اسمها ابراء الذمة المالية. يعني ايه ابراء الذمة المالية؟ بتخلصني من ذمتي الحاجة. لو انا رحت النهاردة اشتريت كاميرا، الكاميرا دي دفعت حقها، فاذا انا خلصت الذمة بتاعتي، الكاميرا اصبحت ملكي، ذمتي القانونية خلصتها. يبقى لما اجي اقول لك رجال القانون عرفوا الفلوس ايه؟ قالوا لي حاجة اسمها ابراء الذمة المالية. في كده مشكلة يا أصدقائي في الله؟ مفيش أي مشكلة.
يبقى خدنا التعريف اتنين، رجال الاقتصاديين ورجال القانون. الناس الاقتصادية قالوا لي ان الفلوس 3 حاجات: وسيط للتبادل، اكتب ورايا، تلقى قبولا عاما، معيار للعد والحساب. الناس القانونية قالوا لي بتستخدم لإبراء الذمة المالية. طب الاتنين دولك اختلفوا، اتخانقوا مع بعضهم واختلفوا. يجي لي سؤال في الامتحان وده في غاية الأهمية، يقول لي كده: اختلاف، كبر خط القلم، اختلاف رجال القانون، اختلاف رجال القانون ورجال الاقتصاد حول تعريف النقود نقط. الناس دي اختلفت على نقود تسمى ايه؟ قالوا لي نقود اسمها نقود الودائع. وده سؤال يا صديقي في الله في الامتحان بنسبة 100% بإذن الله. يبقى تاني، اختلاف الاقتصاديون واختلاف رجال القانون حول تعريف نقود يسمى نقود الودائع. احنا الاتنين اختلفنا على ايه؟ اختلفنا على فلوس اسمها نقود الودائع. طب يعني ايه بقى؟ من هنا لما انا اختلفت حصل تفرقة. لما اختلفت احنا الاتنين حصل تفرقة بين ايه وايه؟ قال لي تفرقة بين النقود والعملة. تفرقة بين ايه؟ بين النقود والعملة. مين الأعم وأشمل؟ لو جيت سألتك في الامتحان قلت لك الفرق ما بين النقود ايه والعملة ايه؟ قول لي النقود أعم وأشمل، بتشمل كل حاجة. اهي النقود أعم وأشمل، بتشمل كل حاجة، حتى نقود الودائع بتشملها. انما التانية، قال لي التانية ما بتشملش نقود الودائع، لا تشمل نقود الودائع، وان السلطة هي اللي بتصدرها. يبقى العملة تقدر السلطة ان هي تصدرها، انما النقود كل ما تشمل العملة هي اعم واشمل. في مشكلة في الجزئية اللي احنا شرحناها اصدقائي في الله؟ مفيش اي مشكلة. تعالى نخش على الجزئية التانية. لو انا جيت النهاردة بقول لك عاوز اعمل حاجة اسمها تصنيف النقود، تاني مرحلة في الدرس معايا تصنيف ايه؟ النقود. عشان اصنف النقود يا اصدقائي في الله بتصنف من حاجتين. تصنف من كام حاجة؟ حاجتين. ايه هما؟ الحاجة رقم 1 من حيث العلاقة، الحاجة رقم 2 من حيث الجهة المصدرة. يبقى تاني ممكن يجي لي في الامتحان ويقول لي انواع النقود من حيث العلاقة، انواع النقود من حيث الجهة المصدرة. اقول له 3 حاجات. ايه هما؟ اقول له 1 من حيث العلاقة 3. ايه هما ال3؟ قال لي 1 نقود سلعية، نقود نائبة، نقود الائتمانية. كم حاجة؟ 3. ايه هما؟ نقود سلعية، نقود نائبة، نقود ائتمانية، وهنشرح كل واحدة دلوقتي. طب من حيث الجهة المصدرة قال لي 3. كم واحدة بتصدرها؟ 3. رقم 1 قال لي النقود الحكومية، او بنسميها بين قوسين الفلوس المساعدة. رقم 2 قال لي فلوس اسمها اوراق البنك نوت. 3 قال لي رقم 3 الودائع والشيكات. يبقى كم حاجة عندي من حيث العلاقة؟ كم حاجة؟ 3. ايه هما من حيث العلاقة؟ بص وانا بنطق بقول من حيث العلاقة 3. ايه هما؟ السلعية والنائبة والائتمانية. من حيث الجهة المصدرة 3 بيصدروها، لا اما نقود حكومية اللي هي الفكة خدناها في الفصل الاولاني، لا اما اوراق تسمى اوراق البنك نوت اللي احنا برضو خدناها في الفصل الاولاني، واخيرا عندي الودائع والشيكات. طب تعالى نروح نشوف في الملزمة بتاعتنا. تعالى نشوف اهو، ادي الملزمة بتاعتك وانت بتذاكر يا صديقي في الله. بذاكر ازاي؟ بص قال لي اختلف الطرفين حول نقود تسمى نقود ايه؟ الودائع، ودي مهمة. طب يلا، عندي
التفرقه لما اختلفنا فرقنا بين ايه وايه؟ بين النقود والعمله. قلت لك مين اللي اشمل؟ قلت لي النقود. النقود اعم واشمل، انما العمله كل ما تعتبره السلطه ايه؟ حكوميه. قلت لك اشمل ليه؟ لان النقود دي بتضم نقود اسمها نقود الودائع والشيكات. التانية لا تتضمن الودائع والشيكات، لا تتضمنهم. بعد كده خدنا يا صديقي في الله، قلت لك بصنف النقود دي لثلاث حاجات، صح؟ ايه هما؟ اكبر لك الشاشه سنه شويه عشان تشوف، عشان ما توجعش ايه؟ عينك. اهو كبرناها لك. تعالى يلا. بصنف النقود يا صديقي في الله على حسب حاجتين، ايه هما؟ الحاجه الاولى على حسب العلاقه، والحاجه الثانيه على حسب الجهه المصدره. قلت لك العلاقه كام حاجه؟ ثلاثه. ايه هما؟ نقود سلعيه، نقود نائبه، نقود ائتمانيه. طب الجهه المصدره كام حاجه؟ قلناها حكوميه، بنكنوت، ودائع. مفيش مشكله. طب تعالى نشرح النقود السلعيه واحده واحده، عاوز اشرحها مع بعضيها واحده واحده. بقول لنفسي كده، هي النقود السلعيه ده خدتها في الفصل الاولاني يا صديقي، لها خصائص صح؟ ممكن تقول لي خصائص النقود السلعيه ايه؟ كان من اهم مميزاتها، واحد دلوقتي قاعد مش هيفتكر وطبعا مش مذاكر فبالنسبه له في التوهان. قلت لك يا صديقي النقود السلعيه من اهم خصائصها ان القيمه السلعيه، ان القيمه السلعيه لازم تساوي قيمتها كنقدا، يعني قيمتها كسلعه لازم تساوي قيمتها كنقدا. يبقى من اهم خصائص النقود السلعيه قلت لك قيمتها كسلعه لازم تساوي قيمتها كايه؟ كنقدا. نركز الحته دي مهمه. وقال لي ان هي ادت الحريه للافراد ان هم يحولوا الذهب لفلوس او الفلوس لذهب. يعني احنا اليومين الفتره اللي فاتت لما الذهب كان الناس كلها على اقبال كبير، بتشتري بتشتري بتشتري، ما ده حريه صح؟ كان كل واحد يشتري اللي هو عاوزه. عاوز تشتري ذهب النهارده تشتري، مش عاوز تشتري براحتك صح؟ فاذا القاعده بتاع النقود السلعيه ادتنا حريه. حريه لايه؟ حريه للافراد ان هم يحولوا الذهب بتاعهم لفلوس او العكس، الفلوس الى ذهب. ومن هنا قالوا لي ان هي الفلوس قيمتها بقت عامله ايه؟ بقى في ثبات لقيمه النقود. يبقى وانت بتذاكر الافراد لهم الحريه ولا التقيد؟ لهم الحريه في التحويل بتاعهم. في مشكله كده يا صديقي؟ مفيش مشكله. ومن هنا ترتب عندي قاعدتين مهمين ودولك في الامتحان باذن الله، وكاتب لك عليها قواعد عامه في الامتحان. تعالى اقولهم لك سريعا. لو جاء لي اذا كانت القيمه النقديه السلعيه اكبر من القيمه النقديه، ايه اللي بيحصل؟ واحد يقول لي مش فاهم يعني ايه قيمه سلعيه اكبر من القيمه النقديه. اقول لك ما تقلقش. بص يا صديقي في الله، بقول لك قيمه سلعيه اكبر من قيمه نقديه. الذهب اكبر من الفلوس. ايه اللي يحصل في المجتمع اللي احنا عايشين فيه؟ يعني لو لقينا قيمه الذهب اكبر من الفلوس، ايه اللي بيحصل؟ كلنا بنتخلص من الفلوس بنحولها لايه؟ لذهب. ذهب قيمته عاليه، انت بتروح تشتري صح؟ وجارك بيشتري وانا بشتري وانا بشتري وانا بشتري. يبقى ايه اللي حصل؟ تخلصنا من قيمه الفلوس وحولناها الى ايه؟ ذهب. اهو اذا كانت القيمه السلعيه اكبر من القيمه النقديه، النقديه يعني فلوسي، طب والسلعيه يعني الذهب. لو الذهب اكبر اللي بيحصل قال لي الناس بتروح تتخلص من المصكوكات المعدنيه يعني الفلوس، وبيحولوها الى ايه؟ الى ذهب. الناس بتتخلص من الفلوس ويروح يحولها ذهب. ايه اللي يحصل في المجتمع؟ انت اشتريت ذهب وانا اشتريت ذهب وانت اشتريت وانا اشتريت وغيري اشترى وغيري. ايه اللي حصل؟ الذهب كتير ولا مش كتير؟ اذا الذهب كتير لاننا كلنا اشترينا صح؟ ايه اللي يحصل للعرض في الذهب؟ عرض كتير ولا قليل؟ بقولك كلنا اشترينا يعني كلنا معانا ذهب. يبقى اذا العرض زاد، كلنا معانا، فاذا العرض بتاعي زاد في المجتمع بتاع الذهب. ولما العرض يزيد، خدتها في سنه اولى في الاقتصاد، ايه اللي يحصل لما العرض يزيد؟ السعر يقل. يبقى لما يجي يقول لي العرض زاد في الذهب، ايه اللي يحصل لسعره؟ بيقل. فهمتها ولا اعيدها لكم تاني؟ واحده كمان تاني من الاول، عشان دي عكسها التانيه. قاعده الف عكسها قاعده ب. تعالى اقولها لك تاني.
لو انا النهارده القيمه السلعيه قيمه الذهب اكبر من قيمه الفلوس، دي فلوسي ماشي اهو، دي الذهب. الذهب كبير وفلوسي قليله، ايه اللي يحصل؟ انا معايا شويه فلوس هروح اشتري بيهم ذهب، انت معاك شويه فلوس روح اشتري بيهم ذهب، معاك شويه فلوس روح اشتري بيهم، ايه اللي حصل؟ قال لي يتخلصون الافراد من المصكوكات المعدنيه اللي هي الفلوس ويحولونها الى ذهب. كلنا اتجهنا اللي احنا نحول الفلوس بتاعتنا لذهب، ليه؟ لان قيمته اكبر في مين؟ من الفلوس. فبالتالي هنا لما كلنا اشترينا ذهب باختصار بسيط، اللي اصبح سائد في المجتمع انت معايا ذهب وانا معايا ذهب ودي معايا ذهب وانت معاك ذهب، فاذا العرض في الذهب كتير، ولما العرض يكون كتير ايه اللي يحصل للسعر؟ يقل. طب اعكس، انا عارف ان انت فهمت، اعكس. قال لي لو كانت القيمه النقديه فلوسي اكبر من الذهب، ايه اللي بيحصل؟ بص اعكس، احنا كنا كده، اعكس بقى. الفلوس اكبر من الذهب، الفلوس اكبر من الذهب، هتعمل ايه؟ انا معايا ذهب مش عاوزه، انا عاوز فلوس، روح بيعه روح بيعه روح بيعه روح بيعه روح بيعه روح بيعه، بعناه صح؟ ايه اللي حصل هنا؟ يتخلصون الافراد من المصكوكات اللي هي الذهب بيحولونها لمصكوكات معدنيه اللي هي الفلوس اهي. يتخلصون الافراد من الذهب بيحولوه الى ايه؟ الى فلوس صح، مصكوكات معدنيه. ولما كلنا بعنا الذهب في المجتمع ذهب، قول لي لا مفيش ذهب، ما احنا كلنا بعناه. يبقى الذهب اللي كان عرضه كتير في القاعده بتاعت الف، لما في قاعده ب كلنا بعنا الذهب، العرض زاد ولا قل؟ قل، وبينما السعر زاد. يبقى تاني لما العرض يقل السعر يزيد. بص يا صديقي في الله، احفظ واحده واعكس التانيه، افهمها فهم مش حفظ. الناس القيمه السلعيه عشان دي بتيجي في الامتحان على طول، لو قيمه السلعيه اكبر من النقديه، السلعيه اكبر من النقديه يعني الذهب اكبر من الفلوس، كلنا بنخلص من الفلوس ونروح نشتري ذهب، شكرا. التانية لو الفلوس اكتر من الذهب بتخلص من الفلوس وراح اشتري ذهب، ببص لمصلحتي وراح اشتريها من الاخر. في مشكله؟ مفيش اي مشكله. تعالى بعد كده رقم 2، عندي حاجه اسمها النقود النائبه. يعني ايه نقود نائبه؟ قلت لك النقود التي يصدرها البنك المركزي، وقال لي عشان تصدر نقود نائبه لازم ان كل ما تصدرها لازم يكون مساويه ليها الذهب، يعني كل ما تصدر فلوس لازم يكون عندي ذهب في البنك المركزي اهو. بتيجي في الامتحان الحته دي، قال لي اهو بص، نقود سلعيه عند الطلب، لما اجي عاوز اطلبها بطلبها الكميه التي يمكن اصدارها من النقود النائبه لازما تساوي ايه؟ تساوي المصكوكات المعدنيه اللي هي الذهب. يبقى كل ما بصدر اكتر من النقود النائبه لازما اذا عندي حاجه تساويها اللي هي الذهب. بعد كده مميزاتها تقراها عادي سهله. بعد كده بقى ركز لي في النقود الائتمانيه. النقود الائتمانيه دي مهمه. يعني ايه النقود الائتمانيه؟ خدناها في الفصل الاولاني. قال لي من اهم مميزات النقود الائتمانيه في الفصل الثاني وهي انقطاع الصله نهائيا بين قيمتها كسلعه وقيمتها كنقدا. معلش قول لي تاني، انقطاع الصله بين قيمتها كنقدا وقيمتها كسلعه، وده سؤال بيجي في الامتحان على طول. اهم ما يميز النقود الائتمانيه هو انقطاع الصله بين قيمتها كنقود وقيمتها كايه؟ كسلعه. وده مهم جدا. يجي يقول لي كده، متى انقطعت الصله بين القيمه السلعيه والقيمه النقديه في انهي نقود؟ هل النقود المساعده ولا الحكوميه ولا الائتمانيه؟ اقول له الائتمانيه. شاطر. قال لي كل ما بتعمل زياده الاصدار للنقدي، اكيد طبعا كل ما بعمل زياده في الفلوس بتاعتي عمال اطبع فلوس، ايه اللي يحصل للاسعار؟ بالعقل يبقى في تضخم صح، تلاقي في فلوس كتير في البلد، ايه اللي يحصل؟ الاسعار بتزيد. قال لي ما كل ما تعمل زياده للاصدار النقدي اللي بيحصل لي حاله من التضخم بتضر الاقتصاد. يبقى تاني، وهنا استنتج سؤال مش موجود في الملزمه، انت تستنتجه لي، العلاقه ما بين الاسعار والنقود. الاسعار والنقود، النقود كل ما النقود قيمتها قلت اللي يحصل للاسعار؟ قيمتها تزيد. نقودي قلت الاسعار تزيد. علاقه عكسيه ولا طرديه؟ علاقه عكسيه. ده سؤال مش موجود في الملزمه، استنتجته واحنا بشرح، انت هتقدر تكتبه دلوقتي ورايا. يبقى تاني، النقود الائتمانيه اهم ما يميزها انقطاع الصله بين ايه وايه؟ انقطاع الصله
عاوز بس اجيب قلم ازرق. انقطاع الصله بين ايه؟ بين قيمتها كنقدا وقيمتها كايه؟ كسلعه. وكل ما بعمل زياده في الاصدار النقدي بيحصل لي حاله من التضخم اللي بتسبب لي ارتفاع اسعار. بعد كده رقم 4 عندي النقود الحكوميه المساعده. برضو خدتها في الفصل الاول. يعني ايه نقود حكوميه مساعده؟ اللي هي الفكه، اللي هو الجنيه الفكه اللي انت بتساعدك في المواصلات. قال لي دي نسبه ضئيله لا تتعدى 3%. لو انت فاكر اهم سؤال فيها قيمتها كمعدن اقل من قيمتها كنقدا. بص قيمتها كمعدن مالكش دعوه دي. لو هي المعدن اللي جوه بالنسبه للنقود ماله اقل، طب قيمتها النقديه اكبر من قيمتها المعدنيه. واحد يقول لي طب فهمني السؤال واحده واحده. حاضر، واحده واحده افهمه لك. معاك جنيه، مش معايا جنيه، مش عارف معايا ولا لا. ثانيه اهو، شايفين الجنيه ده اهو؟ شايفه كده اهو الجنيه. شايف المعدن اللي جوه ده الجنيه؟ المعدن اللي جوه، المعدن ده قيمته اقل من قيمه الجنيه. يعني قيمه الجنيه اكبر من المعدن اللي جوه. يعني قيمته كجنيه تشتري حاجه اكبر من المعدن. يعني لو انا سيحت المعدن اللي جوه وحبيت ابيعه مش هيجيب لي قيمه النقديه اللي هي بتاعت الجنيه. طب لو انا دلوقتي يجي لي بسال عليه ازاي في الامتحان ده، يقول لي كده القيمه النقديه القيمه النقديه للجنيه بالنسبه للمعدن اكبر ولا اقل؟ قيمته النقديه لا ده اكبر من المعدن، يبقى القيمه النقديه اكبر. طب المعدن بالنسبه لقيمته اقل. هو لو المعدن اللي جوه ده، لو انت ذكي ومفكر ان المعدن اللي جوه ده قيمته لو انت سيحته هيجيب لك اكتر من الجنيه، تبقى غبي. كان كل الشعب النهارده قام سيح الجنيهات دي وباعها. لا، لو سيحها مش هتجيب له قيمه الجنيه. يبقى اذا لما يجي لي في الامتحان ويقول لي القيمه النقديه اكبر من قيمه المعدن اقول له صح. طب المعدن بالنسبه للنقديه اقل، وده سؤال بيجي في الامتحان. مشكله النقود والبنوك كل كلمه لازم تشرحها وكل كلمه لازم تفهمها. تعالى بقى يا صديقي بعد كده نخش على حاجه اسمها اوراق البنك نوت. اوراق ايه؟ البنك نوت. يعني ايه اوراق البنك نوت؟ مين اللي بيصدرها؟ فاكرين في الفصل الاول البابا اللي هو البنك المركزي. قال لي بيصدرها البنك المركزي. هي بتمثل اصول ولا خصوم؟ قال لي بتمثل خصوم على البنك. ودي سؤال بيجي في الامتحان. النقود البنكنوت بتمثل خصوم ولا اصول؟ خصوم. وهسيب لك انت ليه تقول لي خصوم. لو انت اتفرجت على الفيديو وذاكرت المحاضره ابعت لي ليك جايزه عندي لو انت قلت لي ليه بتسمى خصوم. بعد كده عندي حاجه اسمها الغطاء النقدي والغطاء الالتزامات بعض الدول من قبل الاخرين. قلت لك طبيعي جدا الغطاء النقدي لازم يكون الفلوس اللي انت بتصدرها لازم تكون مساويه للذهب اللي عندك في البنك. بكده نكون خلصنا الفصل الاولاني. وقبل ما نكون خلصنا الفصل الاولاني عندي حاجتين افكرك بيهم بتوع الفصل الاولاني هيقابلونا في الفصل ده. هي النقود الودائع والشيكات بتستخدم في الدول المتقدمه ولا المتاخره؟ المتقدمه. طب النقود البنك نوت النائبه صح الدول الناميه، في مشكله كده؟ لا. ودايما قيمتهم النقديه اكبر من قيمتهم المعدنيه، في مشكله؟ بكده يا صديقي نكون خلصنا المبحث الاول في الفصل الثاني. تيجي نحل عليه؟ تعال نحل عليه. الاسئله اللي معاك يا صديقي في غايه الاهميه. بص كاتب لك ايه؟ اسئله امتحانات سابقه، اسئله المحاضره على المبحث، مش سايب لك اي حاجه. اقرا السؤال الاول. قال لي ظهر الخلاف في البدايه بين الاقتصاديين ورجال القانون. الاثنين اختلفوا على ايه؟ قعدوا يدبوا في بعض على ايه؟ على نقود اسمها نقود الودائع. طب السؤال رقم 2، عندما تكون القيمة السلعية أكبر من القيمة النقدية. بص أحل السؤال ده بمعلمة بفكر. النقدية يعني الفلوس، أجيب لنفسي كده الفلوس على جنب وهنا نقط وأحط هنا إيه؟ القيمة السلعية اللي هو الذهب. قال لي الذهب أكبر، إيه اللي بيحصل؟ الذهب اكبر، يبقى انا هروح بسرعه هروح اتخلص من الفلوس اللي معايا عشان اشتري بيها ذهب. يبقى السؤال يقول لي يتخلص الافراد من المسكوكات المعدنيه ليه؟ عشان يشتروا بيها ذهب. طب سؤال رقم 3، تكون الكميه التي يمكن اصدارها من النقود النائبه. قلت لك ايه اللي لازم يكون حدودها في البنك المركزي؟ مساويه ليها في البنك المركزي نقود السلعيه اللي هي الذهب.
طب 4 السؤال ده مهم. انقطعت الصلة بين قيمتها كنقود وقيمتها كسلع، قلت لك في انهي نقود، حكومية ولا ودائع ولا ائتمانية؟ قول لي النقود الائتمانية. البنكنوت ودي مهم، بيمثل خصوم ولا اصول؟ بيمثل خصوم. الاسئله اللي معاك دي في غايه الاهميه، كل كلمه في المحاضره بتتقال بنكتبها في الاسئله، كل كلمه امتحانات سابقه بنكتبها لك عشان تلاقي المنهج بتاعك حديث متحدث 100%. تبدا تحل الاسئله دي يا صديقي في الله. تعال نخش على المبحث الثاني عشان نخلصه. الفصل الثاني يا صديقي بعنوان اسمه القواعد النقديه. تعال نتكلم النهارده على المبحث الثاني. خلصنا المبحث الاولاني يا صديقي في الله، والمبحث الثاني بعنوان اسمه القواعد النقديه. قال لي لو انا عاوز اعرف هو انا لما اجي اصدر فلوس في المجتمع مين اللي بيحددها لي؟ ده سؤال كان محطوط مقالي، ممكن يجي وممكن يجي لي بابل شيت، بس بابل شيت ما بيجيش قوي. طب يلا عاوز اعرفها، العوامل التي تحكم كميه النقود المصدره. يعني انا لو كدوله بطبع فلوس، ايه العوامل اللي بتحكمني؟ قال لي 3 حاجات. انت تصدر فلوس في كام حاله؟ 3. 1 في حاله المصكوكات الذهبيه. 2 في حاله النقود النائبه. رقم 3 في حاله النقود الائتمانيه. يبقى 1 في حاله المصكوكات الذهبيه، رقم 2 في حاله النائبه، رقم 3 في حالة النقود الائتمانية. يعني أنا لو عاوز فلوس ائتمانية أصدر، لو عاوز فلوس نائبة أصدرها، لو أنا عندي ذهب عاوز أشتريه بقدر إن أنا أصدر ليه فلوس. يبقى عندي كام حاجة أقدر أصدرهم؟ 3. مصكوكات ذهبية، نقود نائبة في حالة النقود الائتمانية، وطبعا الائتمانية لها قاعدة بتحددها وهي قاعدة الغطاء النقدي. يبقى تاني، في حالة النقود الائتمانية مين اللي بيحددها؟ قاعدة الغطاء النقدي أو قاعدة النظام النقدي. بعد كده عندي رقم 1، عندي حاجة اسمها قاعدة الذهب. قاعدة ايه؟ الذهب. ودي قاعدة مهمة ومميزاتها في غاية الأهمية في الفصل كله، قاعدة الذهب ومميزاتها. رقم 1 قال لي إن قاعدة الذهب دي الدولة بتحدد وزن معين من الذهب بتخليه معيار للقيمة. يعني ايه؟ إن أنا النهاردة رحت خدت وزن معين بعتبره هي القيمة المعيارية بتاعتي، هي اللي بعمل بيها التبادلات التجارية، بقدر ان انا اشتري بيها، بقدر ان انا استورد بيها. زي الدينار، زي الجنيه، زي العملات دي كلها ممكن بعض الدول تعتبره قيمه نقديه. طب قال لي هي لها مميزات؟ قال لي لها مميزات. طب ليها حريه؟ قال لي ليها حريه. بص قبل ما اخش على المميزات، قال لي الحكومه بتتكفل بحريه الذهب من الداخل والخارج. يبقى مين اللي بيتكفل بالذهب؟ الحكومه. قال لي بص البنك المركزي لازم يحتفظ بكام في المية؟ قال لي لا يقل ب 20% من ذهب. مش فاهم. لو انا النهارده يا صديقي في الله عاوز اطبع كدولة 1,000,000 جنيه نقدا فلوس، قال لي ما عنديش مشكلة ان انت ممكن تطبع 1,000,000 جنيه نقدية، بس اهم حاجة لا تقل عن في البنك المركزي عن 20% من الذهب. يعني اذا حط ذهب ما يقلش عن 20% من القيمه اللي انت انتجتها. يعني مثلا انتجت ب1,000,000 احط 200,000 جنيه ذهب في البنك، انتجت ب2,000,000 احط 400,000 جنيه ذهب في البنك المركزي. يبقى قال لي ان انا اقدر البنك المركزي احتفظ برصيد من الذهب لا يقل عن 20% من قيمه ما يصدره البنك من بنكنوت، وان الحكومه هي اللي بتتكفل من تحويل الخارج والداخل اللي هي الذهب. طب مميزات قاعده الذهب ايه؟ 1 قال لي من ضمن مميزات قاعدة الذهب ودي مهمة تحفظها، 1 تحقيق الاستقرار في قيمة النقود. بقدر من خلال قاعدة الذهب اللي انا احدد قيمة واستقرار النقود. ازاي؟ لو انا عندي حالة من التضخم سايدة في البلد عاوز اعالجها بعالجها بقاعدة الذهب. لو انا عندي حالة من الكساد عاوز اعالجها بعالجها برضو بقاعدة الذهب. طب ازاي يا عم الحاج؟ تعال نشوف. قال لي من ضمن مميزات قاعدة الذهب قلت لك تحقيق الاستقرار في قيمة النقود. قال لي ليه بقى؟ تعالى هاخد مثال. بص لو انا عندي تضخم في البلد، اذا التضخم دي ارتفاع اسعار ولا انخفاض اسعار؟ ارتفاع اسعار. بص بقى الحكومة بتعمل ايه؟ قال لي الذهب بيكون غالي. الذهب بيكون ايه؟ غالي. الناس كلها بتروح تشتري الذهب. الذهب. لميت السيوله اللي في البلد ولا ما لميتش؟ لميت. والاسعار يكون مرتفعه ولا مش مرتفعه؟ مرتفعه زي وقتنا الحالي. بعض الاسعار مرتفعه صح، وبعض الاسعار بتنخفض.
اترفعت ليه؟ نتيجة للتضخم اللي احنا عندنا. يبقى تاني، لو انا عندي تضخم ايه اللي يحصل للذهب؟ سعره يزيد ولا يقل؟ يكون السعر اكبر. ليه؟ عشان الناس كلها تتخلص من الفلوس وتروح تشتري ذهب. لما الناس كلها تتخلص الفلوس هتبقى تقل ولا تزيد؟ هتقل. لسه قايل لك لما الذهب قيمته تكون كبيره الناس كلها بتروح تشتري ايه؟ ذهب. لما خلاص بقى النقود المتداوله تقل، ايه اللي يحصل؟ الكساد يرجع تاني، الاسعار ترجع تاني زي قبل التضخم. طب لو انا عندي كساد، ايه اللي بيحصل للذهب؟ الذهب بيكون سعره قليل عشان كل الناس تبيع الذهب. قلت لك قيمه الفلوس عاليه والذهب قليل، كل الناس بتبيع الذهب، اذا يكتر فلوس في المجتمع. لما الفلوس ترتفع ايه اللي يحصل للاسعار؟ بترتفع. يبقى اول ميزه عندي، اهم حاجه تعرفها لي، الميزه تحقيق الاستقرار في قيمه النقود، دي اللي تحفظها، الامثله دي تفهمها. طب رقم 2 قال لي توفير وسيله للمدفوعات الدوليه. قاعده الذهب قالت لي اللي انا اقدر في بدايه الفصل قلت لك ان انا اقدر اعمل بيها تبادل، تاخد وزن معياري واقدر ان انا ابدل بيها، بتعامل بيها بين الدول. يبقى من ضمن مميزاتها توفير وسيله للمدفوعات الدوليه. طب رقم 3 قال لي بتحقق الاستقرار معدل التبادل الدولي. استقرار ايه؟ معدل التبادل الدولي. بص طبعا التبادل الدولي دي بيبقى عندي فيه ساعات بيبقى الصادرات اكتر والواردات اكتر. قال لي قاعده الذهب بتنظم لي. يعني ايه؟ يعني بتحقق لي استقرار في معدل التبادل الدولي. يبقى كام حاجه خدتهم دلوقتي؟ كام ميزه؟ عايزك تحفظ لي بس المميزات. كام ميزه؟ 3. 1 تحقيق استقرار النقود. 2 بص 2 توفير وسيله للمدفوعات ايه؟ الدوليه. 3 معدل التبادل الدولي. طب 4 ودي مهمه، تحقق التوازن في ميزان المدفوعات. تحقق ايه؟ التوازن في ميزان مين؟ المدفوعات. يعني ايه تحقق التوازن في ميزان المدفوعات؟ لسه قايل لك من شويه عندي صادرات وعندي واردات. عارف انت الاعلانات؟ صادرات واردات صادرات الحاجات دي. القاعده العامه لما يكون الصادرات اكبر ايه اللي يحصل عندي؟ عندي فائض. طب لو الواردات اكبر اكيد بيحصل عندي عجز. والعجز ده عندي نوعين. عندي كام حاجه؟ نوعين. لا اما عجز بيكون عجز عارض، ولا اما بيكون عجز مزمن. عندي كام حاجه؟ 2، عجز عارض وعجز مزمن. العجز العارض ده يا صديقي في الله قال لي ان الدوله بتعاني في عجز في سنه وفائض سنه، اللي هو بيمشي على سطر ويسيب سطر. العجز العارض عشان بيجي في الامتحان، العجز العارض يعني الدوله بتعاني مع عجز سنه وسنه لا، يعني اللي هو ايه؟ ابقى حلو في سنه وسنه لا، حلو في سنه وسنه لا. اللي بيحصل لو انا حلو في سنه وسنه لا؟ قال لي بيواجهها خروج الذهب، ودي بتيجي في الامتحان. دي امتحان اللي انا بكتب لك عليها دي مهمه. خروج الذهب، لو انا عندي عجز في سنه وفائض في سنه الدوله بتخرج الذهب في سنه يقابلها دخول الذهب في سنه اخرى. اهم حاجه لو انا عندي عجز فائض، عندي عجز فائض وسنه لا، الدوله بتخرج الذهب ما بتدخلش ذهب. طب العجز المزمن من كلمته مزمن دائم، يجي كده في الامتحان تعاني بعض الدول من عجز دائم. تختار مزمن ولا تختار عارض؟ تختار مزمن. طب يلا بقى بعد كده كام واحدة خدناها؟ 4. 4 مميزات لازم تحفظهم. رقم 1 تحقيق الاستقرار للنقود. 2 توفير وسيلة للمدفوعات الدولية. 3 التبادل الدولي. 4 بحقق التوازن، والتوازن عندي حاجتين، لا اما صادراتي اكبر فبالتالي عندي فائض، لا اما وارداتي اكبر فبالتالي عندي عجز. صح؟ بعد كده عندي العجز نوعين ودي مهمة ذاكرها 100%. عندي عجز عارض وعجز مزمن. المزمن من كلمة دائم، عندي حاجة دايمة مزمن، انما العجز العارض عجز في سنة وفائض في سنة. لو عندي عجز في سنة ايه اللي يحصل؟ الذهب يخرج ما يخشش. في مشكلة كده يا اصدقائي في الله؟ مفيش اي مشكلة. عندي بقى قاعدتين مهمين جدا. قاعدة الاوراق القابلة للتحويل، وقاعدة الاوراق النقدية الغير قابلة للتحويل. يعني ايه قاعدة القابلة للتحويل دي؟ قال لي دي بعد الحرب العالمية الثانية ظهرت هذه القاعدتين. طب يعني ايه قابلة للتحويل؟ بص قال لي ان انا اقدر احول، بقدر احول الذهب من بنوك اجنبية مقابل ايه؟ مقابل فايدة ولا بدون فايدة؟ قال لي بدون فايدة. بتحتفظ الدولة برصيد قليل من الذهب
بتحدد القوة الإنتاجية، ليس لها غطاء نقدي. طب بص، أنا عاوز أعرف الخلاصة في دي كله فين؟ أقول لك الخلاصة فين. بص، احنا في بعض الدول بعد الحرب العالمية التانية الدول شعرت إن الذهب المستخدم كغطاء للعملة مش حلو. إزاي؟ قالت لي إن أنا هعمل قاعدة اسمها قاعدة الأوراق النقدية القابلة للتحويل، ودي أهم حاجة فيها. هي عملات قابلة للتحويل، عملات قابلة للتحويل. أول ما أشوف كلمة عملات قابلة للتحويل أختار هي قابلة للتحويل ولا غير قابلة؟ قابلة للتحويل. بحول الذهب لده بنوك أجنبية مقابل فايدة، مقابل فايدة. برصيد قليل ولا كتير؟ الدولة بتحتفظ في القاعدة دي برصيد قليل من الذهب. طب يلا، بعد كده عندي قاعدة الأوراق النقدية الغير قابلة. اعكس، هي هناك كنا قابلة، هنا قلنا ايه؟ غير قابلة، اللي هي يحتفظ البنك بايه؟ قال لي تنقطع الصلة بين النقود والقيمة المصدرة للذهب. وقاعدة الأوراق النقدية تصبح قاعدة إلزامية وبتحقق استقرار في مستوى الأسعار ومستوى التشغيل ومعالجة المدفوعات الدولية. كل حاجات انت تعرف تقراها وهتبان دلوقتي في الأسئلة من خلال الفهم. تعالى بعد كده نحل يا صديقي في الله على المبحث التاني. تعالى بقى كده يا صديقي، خلصنا المبحث التاني وظبطنا الدنيا. تعالى نحل شوية أسئلة. السؤال الأول يا صديقي عن المبحث التاني بيقول لك إيه بقى؟ تعالى نشوف بيقول لك إيه. بيقول لي في ظل قاعدة الذهب. قاعدة الذهب إيه اللي بيحصل؟ قلت لك بيتم تحديد العلاقة ما بين النقود المعيارية وأنواع النقود الأخرى. يبقى في قاعدة الذهب السؤال ده مهم، العلاقة ما بين النقود المعيارية والنقود الأخرى. يبقى اختار الإجابة ب. قال لي سؤال رقم 2، ارتفاع كمية النقود في الدولة بتؤدي إلى إيه؟ قلت لك بتؤدي لحاجتين، ارتفاع الأسعار، ارتفاع كمية النقود. كل ما بصدر أكتر اللي بيحصل الأسعار بتزيد وقيمة الفلوس بتقل، والعلاقة بينهما علاقة عكسية. يبقى كل ما ارتفعت النقود ارتفعت الأسعار اوريدي وانخفضت قيمة النقود، يبقى جميع ما سبق. رقم 3، الاحتفاظ بالغطاء النقدي على شكل ودائع. بص، قابلة للتحويل. بص، قابلة للتحويل يسمى ايه؟ يسمى قاعدة الأوراق النقدية القابلة للتحويل. دي كنا لسه بقولها لك. طب بص، تصبح الأوراق النقدية إلزامية امتى؟ في ظل قاعدة الذهب الغير قابلة للتحويل اللي أنا قلتها لك هنا أهي. بص، في ظل قاعدة الذهب الأوراق النقدية الغير قابلة للتحويل، هنا الأوراق النقدية تصبح إيه؟ إلزامية. طب فوق بص، قلت لك إيه؟ أي عملات قابلة للتحويل، بقدر أحول دي عملات أوراق إيه؟ نائبة تحويلية. سؤال رقم 5 بيقول لي إيه؟ بيقول لي مع التطور التاريخي وزيادة الفضة فشل نظام المعدنين بسبب تخلص الافراد من ايه؟ من الفضه. الناس اتخلصت من الفضه ما بتحبهاش فبتحب الذهب، فالفضه فشلت، الذهب هو اللي نجح. طب سؤال رقم 6 بيقول لي ايه؟ بيقول لي زياده الاصدار النقدي بيؤدي لايه؟ كل ما بطبع فلوس الاسعار تزيد وقيمه الفلوس تقل، والعلاقه عكسيه، يبقى زياده الاسعار. والسؤال ده مهم. هناك علاقة، بص السؤال جه اهو، هناك علاقة بين ايه؟ بين الاسعار والنقود. علاقة ايه؟ قلنا علاقة عكسية، اسعاري زادت فلوسي قلت. من مزايا قاعدة الذهب قلت لك عندك 4 حاجات مهمين. ايه هما؟ قلت لك استقرار قيمة النقود، التوازن في ميزان المدفوعات، 3 استقرار معدل التبادل الدولي. يبقى جميع ما سبق. فاضل واحدة كمان، ايه هم؟ مين اللي فاكرها؟ استقرار توفير وسيلة للتبادل الدولي. 9، عندما تعاني الدولة من عجز دائم من غير ما اكمل، يبقى مزمن ولا مش مزمن؟ مزمن. عجز دائم مزمن. عندما تعاني دولة تتبع قاعدة الذهب من عجز في ميزان المدفوعات، ايه اللي بيحصل؟ يخرج ولا يدخل الذهب؟ هنا ما ذكرليش عجز دائم، فاذا هو اسمه عجز عارض. هو بقى الذهب بيدخل ولا يخرج؟ قلت لك بخرج الذهب يخرج منين؟ من الدولة. طب سؤال 11، في ظل قاعدة الأوراق النقدية القابلة للتحويل، ايه اللي بيحصل؟ يحتفظ البنك المركزي بغطاء نقدي من الودائع الأجنبية.
سؤال رقم 12، في ظل قاعدة الذهب ايه اللي بيحصل؟ عندي كام حاجة للذهب؟ 4. تحقيق استقرار، صح. ايه تاني؟ بحقق استقرار. بحقق استقرار في قيمة النقود. هل بحقق استقرار في السلع؟ لا، بحقق استقرار في قيمة مين؟ النقود. من فوائد قاعدة الذهب تحقق الاستقرار النسبي وليس المطلق. في ظل قاعدة الذهب إذا كانت تعاني الدولة من فائض، عندي فائض في ميزان المدفوعات، إيه اللي بيحصل؟ بخرج الذهب. عندما يوجد عجز في ميزان المدفوعات الدولية تتبع قاعدة الذهب مين؟ برضو بخرج الذهب. في ظل قاعدة الذهب تكون وحدة النقود المعيارية هي وحدة الحسابات المدفوعة وغير محدودة. يبقى جميع ما سبق. بكده يكون انتهينا من الفصل الثاني كله. حلينا على المبحث الثاني وحلينا على المبحث الأولاني. شرحنا المبحث الاولاني اللي هو الناس اللي اختلفوا في الفلوس، واتكلمنا عن النقود السلعيه واتكلمنا عن كل حاجه. والمبحث الثاني برضو شرحناه وحلينا بعض الاسئله. صديقي ذاكر، الوقت بيجري منك، ما تخليش الدنيا تاخدك. ذاكر واهتم، تقديرك هينفعك بعد التخرج، وافهم الماده كعلم مش فاهمها اللي انا داخل احل كلمتين وانجح. الحاجات دي كلها تنفعك في مدار المراحل بتاعتك. ان شاء الله انتظروني في المحاضرة الجاية، هنشرح الفصل الثالث بإذن الله. كده خلصنا فصلين، الفصل الأولاني خلصناه، الفصل الثاني خلصناه. بإذن الله انتظروني في الفصل الثالث، وبإذن الله التأمينات بإذن الله هنشرح برضو فيها. أعتقد شرحنا فصلين، فاضل لنا فيها هنشرح فصلين. أشوفكم على خير إخوتي في الله. كان معكم أستاذ حسن أشرف.